الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا أبا القاسم محمد صلى الله عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، وأحث نفسي وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معاشر المسلمين، إن حديثنا اليوم عن داء عضال ومرض قلبي قتال شره كبير وبلاؤه خطير، ما تحكم في فرد إلا أشقاه وأضله، ولا في مجتمع إلا شتته وأضله. كم صد عن الحق وكم أضل من الخلق، إنه مصدر كثير من البلاء والعداء، سلاح فتاك وسيف بتار يضرب به الشيطان القلوب فتتمزق والمجتمعات فتتفرق، يفسد المودة ويقطع حبال المحبة ويهدم أواصر الأخوة، بل يحرق الدين ويهدم الدنيا ويقضي على بواعث الخير في الإنسانية. ذلكم إخوة الإيمان هو داء الحسد، تمني زوال نعمة الله عن المحسود وكراهية وصول الخير له. أيها الأحبة، الحسد داء الأمم ومرض الشعوب. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، لكنها تحلق الدين. فالحسد عباد الله أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، ومنه انطلقت أول شرارة
لتوقد عوامل الشقاء في الإنسانية. فما الذي أوقع إبليس في معصية الله سبحانه وتعالى إلا الحسد؟ ألم يحسد سيدنا آدم عليه السلام؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وما الذي حمل قابيل عباد الله على قتل أخيه هابيل إلا الحسد، فقتله فأصبح من الخاسرين. وما الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا بيوسف إلا الحسد، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وما الذي حمل عباد الله كفار قريش على الاستكبار على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الصادق الأمين إلا الحسد؟ وما الذي حمل يهود على جحد نبوة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الحسد؟ قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فانظروا يا رعاكم الله كيف حمل الحسد صاحبه على الكفر والقتل وعلى المكر والتسخط لقضاء الله عز وجل. حقا إنه مصدر كل بلاء ومنبع كل شقاء. إخوة الإيمان، كفى بالحاسد معترضا على حكمة الله عز وجل مجترئا على حدود الله. يقول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى الواجب على العاقل مجانبة الحسد، فإن أهون خصال الحسد عباد الله هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد حكم الله عز وجل. أيها الإخوة، إن من لوازم الحسد وآثار الحقد سوء الظن بين المسلمين وتتبع العورات ونشر السيئات وإذاعة الأخطاء والسقطات. وإن الحاسدين عباد الله ليجدون في الغيبة ونهش الأعراض متنفسا لأحقادهم الدفينة أو المدفونة وخباياهم المكنونة، فلا يستريحون إلا إذا نشروا الفضائح ولا يتلذذون إلا بسرد القبائح. أخرج الإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. إما أن يكون في جوفك أيها الإنسان إيمان وإما حسد، أما الاثنين معا فلا. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، وما أكثر التحاسد في مجتمعنا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناهيا وآمرا لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
وكونوا عباد الله متقاتلين كسفك دماء بعضكم. الحسد والحقد والتدابر يولد القتل، كما سمعتم من قصص ومن عبر. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم عدو المسلم، هكذا اليوم الإعلام عم يفهمني، تارة بأسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. المسلم أخو المسلم. نحن نأخذ فكرنا ومنهجنا وعقيدتنا وديننا من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نأخذه من أحد غيره. لا نستمع إلى آراء مضللة ولا إلى من يحرض على سفك دماء المسلمين وقتلهم لكي يحل ما حل التماسك والتوحد والأخوة، البغضاء والتدابر والتحاسد والتقاتل، حتى نرى دماء المسلمين تسفك هنا وهناك، وحتى أصبحنا اليوم نخرج من بيوتنا نودع أهلنا نظن أننا ربما لا نرجع إلى بيوتنا من كثرة ما نشاهد من إجرام وقتل هنا وهناك. وهذا أمر عباد الله لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن قتل الناس أو الناس البريئة التي لم تقاتلك ولا علاقة لها بأمر القتل، هذا قتله حرام. فعندما يفخخ الإنسان نفسه فأنت تفخخ نفسك لتقتل عدوا لا لتقتل أخا لك، مهما اختلفت معه في المنهج، ومهما اختلفت معه في الفكر، ومهما اختلفت معه في الرأي، فلا يفتى لك بإباحة دمه كما نشاهد في بلدنا الحبيب لبنان، والذي نسأل الله تعالى أن يبعد عنا هذا الشبح. المسلم أخو المسلم عباد الله لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات إلى قلبه: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن أين يأتي هؤلاء ظلمة وقتله، حكام وغير حكام، بإراقة دماء المسلمين بغير وجه حق؟ أيها الإخوة الكرام، خير للمرء أن لا يكترث للحاسد ولا يأبه به ولا يظهر تأثرا لقوله وتصرفه، فإن الإعراض عنه والصبر على أذاه يزيده غيظا وتخبطا. ولذلك قالوا: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ومن فوائد الحسود عباد الله أن حسنات المحسود تنشر وتذاع بواسطته مع حرص صاحبها على كتمانها. وفي ذلك قالوا: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فالحسد عباد الله بغيض، والحاسد شخص مريض، والحقد مرض عضال لا تنفع معه الأدوية أبدا. أيها الإخوة الكرام، هذه أمراض فتاكة تنتشر في المجتمع اليوم وتحدث فيه الشرخ، وهي قاتلة مميتة: الغيرة، الحقد، الحسد، الغل، وأمراض أخرى كثيرة ليس المجال لذكرها.
جعلني الله وإياكم إخواني في الله من الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله تعالى أن يغسل قلوبنا من هذه الأمراض التي حلت مكان المحبة والتسامح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ويا فوز المستغفرين استغفروا. الحمد لله حمدا لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد الأحرار والعبيد. عباد الله، اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا عباد الله أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل تعظيما وتشريفا وتقديرا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والخلفاء الراشدين ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سيدا شباب أهل الجنة وشهدائها الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، ومن تبعهم منهم بإحسان إلى يوم الدين وخاف يوم الوعيد. اللهم إني داع فأمن، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر كل من نصر قضايا العرب والمسلمين والمقدسات والمظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن خذلهم أو يخذلهم يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والشحناء والبغضاء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاقدين وكيد الحاسدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين، ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نصرك الذي وعدت لكل مظلوم في هذه على وجه هذه الأرض يا رب العالمين. نسألك يا الله أن تقسم ظهر الظلمة والجبابرة والطغاة والمجرمين والقتلة أينما كانوا وأينما وجدوا. اللهم حقنا لدماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اغفر اللهم لكل من فقدنا من أهلنا وأحبتنا وإخواننا، اغفر اللهم لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.